لو عاوزة أسنان بيضة ونظيفة ومن غير ما تضري طبقة المينا، يبقى ركزي معايا في الفيديو ده. هتجيبي معلقة كبيرة من زيت جوز الهند وهتحطي عليها رشة من القرنفل المطحون. مضمضي بيهم كل يوم لمدة 5 دقايق متواصلة. القرنفل هيعقم اللثة بتاعتك وهيمنع ريحة الفم، وزيت جوز الهند هيشيل البكتيريا وهيخلي الأسنان نظيفة ومنورة. تاني طريقة ودي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو استخدام السواك. لو استخدمتي السواك بصفة يومية هيفرق جدا في لون أسنانك، هيشيل البكتيريا وكمان هيغنيكي عن معاجين كتير من اللي موجودة في السوق دلوقتي اللي بتشيل طبقة المينا وبتضرها على المدى البعيد. بس بلاش بالله عليكي أي وصفات فيها خل، فيها فحم، فيها ليمون، فيها بيكربونات صوديوم. كل المواد دي بتضر بطبقه المينا وبتسبب تاكلها، ولو اتاكلت طبقه المينا مش بترجع تاني. والاهم انك مهما عملتي وصفات لازم تزوري طبيب الاسنان كل 6 شهور، لان هو اللي يقدر يعمل لك تنظيف عميق وامن لاسنانك ويشيل ترسبات الجير اللي بتحصل بصوره طبيعيه جدا وبتسبب ريحه كريهه جوه الفم. شارك الفيديو عشان اكيد في ناس كتيره محتاجاه، ولو عندك سؤال اكتبهولي في الكومنتات. خليكي ديفا، خليكي ليدي.